وجد سكايلر نيميتس وهو جندي أمريكي بولاية واشنطن صبيحة اليوم 16 عام 2014، وهو يبكي وينتحب قريبا من شقته. قصة حب واعدة تحولت إلى مأساة. كان سكايلر نيميتس صاحب 20 عاما، جندي مشاة متمركز بواشنطن، قد عاد لتوه من تدريبات استمرت 3 أسابيع، وبعد ساعات من عودته إلى زوجته دانييل صاحبة 19 عاما، وجدت جثتها في شقة الزوجين. كان سكايلر يقول أن دانييل قد فقدت حياتها بسبب حادث مأساوي. ولد دانييل عام 1995، ووصفت بالطفلة المعجزة لأنها ولدت قبل موعد ولادتها بأسابيع، وكانت بوزن هزيل جدا، ولم يكن متوقعا عيشها. بعد أن كبرت توفيت والدتها ثم جدتها التي اهتمت بها بعد وفاة والدتها، وكانت تعيش لفترة مع زوج والدتها. كانت داليا تهتم بعلاقتها مع عائلة الشبان الذين وعدتهم، لأنها كانت تفتقد الجو الأسري. في آخر سنة لها في الثانوية قابلت سكايلر على الفيسبوك، وتزوجا في 7 من مارس عام 2012، وهو نفس اليوم الذي تخرج فيه سكايلر من المدرسة العسكرية. عملت بعد زواجها بنشر هوايتها الخاصة بالمنتجات التجميلية على اليوتيوب. كانت علاقتها الزوجية تعطي انطباعا بأنها لا يمكن أن تكون أفضل، لكن من كان يعرفها حق المعرفة يقول غير ذلك. كانت صديقة دانييل منذ الثانوية تقول أن سكايلر كان متسلطا ومتملكا بشكل كبير، وأنها كانت دائما تلحظ أن دانييل كانت تخاف انزعاجه وغضبه، لذلك كانت تقوم بجميع الأعمال المنزلية قبل مجيئه. قال زوج والدتها أيضا أنه قد تحدث معها يوما، وأخبرته أن سكايلر قد حطم هاتفها، وعندما سألها إذا كانت تخاف منه قالت فقط عندما يكون ثملا. وهذا ما قاله الجيران أيضا عندما تحدثوا للشرطة، وقالوا أن الزوجين دائما يتجادلان بشكل يومي. في عام 2014 كان سكايلر قد غادر بسبب تدريبات عسكرية، وطلب من دانييل أن يكون كل شيء جاهزا حين عودته. وفعلا اتصلت دانييل بصديقتها لتخبرها أنها متحمسة للم شملها مع زوجها، ثم اتصلت بها بعد ذلك وأخبرتها أن زوجها قد وصل وأنهما بخير. عندما وصل الضابط المسؤول إلى شقة الزوجين، وجد الضابط دانييل جالسة على طاولة الحاسوب، ورأسها مائل على كتفها، وتحتها بقعة كبيرة من الدماء، وبها طلق ناري في مؤخرة الرأس. ووجد سكايلر بجانب سيارته، وأخبر الشرطة أنه كان يأخذ مخزن بندقيته عندما انطلقت منها رصاصة، وأصر القول على أنه لم يرى الرصاصة الموجودة في ماسورة البندقية. أخذ سكايلر إلى مركز الشرطة، ولاحظوا أن روايته تتغير في كل مرة. ووصلت شاهدة في اليوم التالي وأخبرت الشرطة أن دانييل كانت تتعرض للعنف، وكان سكايلر يجبرها على ارتداء قمصان بأكمام طويلة لتخفي الكدمات التي بدراعها. وأثناء المحاكمة اعترف أنه أخذ البندقية ووجهها نحو رأس زوجته، ثم أطلق النار، إضافة إلى أنه لم يتصل بالطوارئ. فحكم عليه بالسجن 13 عاما ونصف.